لطالما صنعت عملية حماية المنتوج الوطني سجالا في الأوساط السياسية والاقتصادية وحتى الشعبية في السنوات العشر الأخيرة، سجال ظل فيها مطلب دعم المنتوج الجزائري للوقوف على قدميه ومنافسة ما تحمله الحاويات الأكثر شيوعا في الشارع الجزائري، شارع تقربنا منه لمعرفة رأيه فيما ينتج محليا بعد كسبه رهان الحماية والدعم. المنتوج تاع الجزائر غالي بزاف، طلع هاو كي يجيبوا لامبورطاسيون رخيص على المنتوج تاع الجزائر. احنا ماذا بينا نشجعوا الانتاج المحلي، بصح للاسف الانتاج المحلي شغل راهو ضعيف جدا، المنتوج ضعيف، حتى كي يسقيو التفاح ما يسقيوهش بيان، تفاح صغيور ماهوش في المستوى، والثمن تاعو غالي وماشي ما ينطبقش مع الانتاج تاع الخارج. مراهنة الدولة على المنتوج المحلي ودعمه بترسانة قانونية عززت من سيطرته على السوق الوطنية ومنحته الأفضلية والأسبقية حتى صار بارزا في مشتريات المستهلك بقيمة ومكانة سوقية زاد من رفعها الجهاز التنفيذي بعد تقييده للاستيراد. وهنا فعل المنتوج الوطني فعلته وافتك بجيب المواطن بعيدا عن أي منافسة تمنح له حق الاختيار، فتغول واحتكر ورفع الأسعار، بل وذهب أبعد من ذلك حين بات يختلق الندرة ويتربع على عرش المضاربة حتى في المنتجات الواسعة الاستهلاك. للأسف الشديد لابد أن نقول أنه في بعض المجالات هنالك تغول، في بعض المجالات هنالك متعاملون لم يستغلوا هذه الفرصة الذهبية، وللأسف قاموا بإضافات وزيادات كبيرة في سعر هذه المنتوجات حتى أصبحت في غير متناول المستهلك الجزائري. هذا الأمر جعل المستهلك الجزائري يندم في قراراته من خلال دعم المنتوج الوطني. ومن باب أنه يبقى سيدا في وطنه الأم لما له من رمزية ومكانة لدى كل جزائري، بقيت بعض المنتجات وفية لزبائنها وحافظت على نسقها التجاري، فكسبت الاحترام وخدمت الاقتصاد الوطني بما يتماشى ومهامها المنوطة بها. وإن كان المنتوج الوطني قد تمكن من تحقيق عدة قفزات في الجودة والتنافسية مكنته من ولوج الأسواق الدولية، إلا أن خيبة الأمل التي ترك بصمته فيها على المستوى المحلي أحبطت معنويات الشارع الجزائري الذي صدم من هول ما فعله منتج كان حلي به الرأفة بمواطنه.